يعني أنا مش ضد الناس اللي بتنتقدنا، في ناس ما حتحبنا معلش، يمكن، بس صلح لي ماني ستيلهم، بس صلح لك شغله يحترمونا، هذا أقل شي بيقدروا يعملوه يعني. صلح لك شغله بحديثك. ينتقدوهم كملي، مش ينتقدونا كملي. إنه يعني بركي لعل وعسى التقالوا اثنين ثلاثة. كملي ولا ليك أنا اليوم أنا وعم بحضر الحلقة طلعت هيك، يعني بتصير بتحس يعني حالك إنه منك نفس الشخص اللي كنت هونيك. يعني أنا مثلا هلأ أنا وعم بحضر، مثلا أنا وعم بحضر أينور لنقول، بصير بتطلع بأينور غير نظرة. عرفت كيف؟ يعني غير أنا وهونيك. أينور هونيك مثلا أول حلقات ما كانت رفيقتي، ما كانت بتعنيلي. هلأ أنا عم بحضرها رفيقتي بتعنيلي كتير، يعني بس مثلا شوفها عم تعلق معي بالحلقة مثلا بتضايق. عرفت كيف؟ أنا هلأ غير شخص أنا وهونيك. بس انه بالنهاية بدنا نكون عقلنا كبير، بدنا نتفهم انه هيدي خلص يعني قصص ومرقت. وشي كان قبل زمان ما كانت مشاعرنا نفس الشي، ما كنا نحن نفس الأشخاص. هلأ كل شي تغير، مفروض هلأ بس ناخد الذكريات الحلوة معانا. والله ليكي مانسا. هلا اينور كان كتير عالم اول ما فات على البرنامج، وانا واحد منهم. ما حبيت شخصيتها، بس مع حلقات البرنامج لا عرفت انه لا، نحن كنا فاهمينها غلط. فانا صرت اقول عنها لا، هالبنت كنا فاهمينها غلط. البنت طيوبة مهضومة، قلبها طيب، بس يعني انفعالاتها ما بتعرف. في حدا قال لها اليوم انه ما بتقدر. هنا ثانك يو هنا. انه ما بتقدر تضبط انفعالاتها، او انفعالاتها ببينوا على وشها. بالحلقات قلت يعني خلص انه كل شي صار، انا مش ندمانة، انا تصرفت بطبيعتي وبعفويتي وهيك. بس صراحة بندم شوي انه انا هلا انا عم بحضر الحلقات صراحة. صرت عم شوف مثلا بلال قد ايه كان مثلا انه هيك، يعني مثلا كان في تناغم بيناتنا. كذب عليه كذب، اقول لك كنت منتبهيت له بالفيلا، ما كنت منتبهة لهالتناغم. ما كانت منتبهيت له لبلال، بس بعدين لما تعرفت ما كنت عليه هالقد منتبهة انه نحن عن جد هالقد لابقين لبعض. انتوا كتير لابقين لبعض عن بعدين جد. كل شيء تغير. بعدين انا عم بحكي على الحلقات لحديت هلا، اوكي. ما كنت شايفة هالقد قد ايه نحن انه عن جد لازم نكون مع بعض. يعني بس انا وعم بحضر يعني مثل المشاهدين انا كمان حبيتنا. انا مثلكم يعني عم بنغرم من اول وجديد. عال منيح انك حبيتيكم يعني. منيح. حبيتنا. عن جد كل الواحد يحب حاله عن جد يا بلال، ما هيك؟ اكيد قمة التواضع هيدا، يعني قمة التواضع. عرفت كيف؟ اكيد يعني في اشياء يعني ما بتشوفها يعني، بس يعني بتكتشف شوي شوي. يعني احنا كنا يعني زي ما قلت لك سيف، هو حتى الحوار لما نكونوا جالسين ما بينعرض كله، حتى الجلسة يعني لا لاحظت. بتنقطع كتير يعني. يعني في يعني مزبوط مشاهد، صح. في مشاهد يعني بيشوفوا بس، ومن حقه منه غلطانين لا وما بياخذوا موقف من اللي شافوه، بس صارت كتير اشياء وكتير احداث يعني ما شافوها ما عاشوها، احنا اللي عشناها. فهمت كيف؟ وبس يعني. والله ليكي برجع بقول لك ثانك يو مليون مكبسين. ثانك يو. برافو دون عليك. اقول لهم كبسوا دبل كبسوا. خلينا ساكتين يا بلال. انا عندي بس شوف في فرق، والله العظيم في فرق. مثلا تقولها انت سيف وحتى مانيسا، والله العظيم في فرق. حتى كبسوا فيها فرق يعني الطريقه. شوفوا لايفاتهم كبسوا دبل كبسوا. شو في شخص بينشط هيك بيحكي، والله العظيم بس ساحب مكانه ما صار، بس ساحب يعني. عقارات قال لك عقارات، ما اديش عقارات. مين عقارات؟ عقار راح لا يعني يقولوا انهم عندهم مجال بيشتغلوا بالعقارات يعني. فكرت اوكي. والكرسي بيشتكي. عم يقصف الكرسي مسكين يعني. بليز خليني شوي ارتاح شوي يعني، من الصبح حتى المساء يعني. لا حول الله.
قلت لهم سيف راح اعمل اطول لايف، يعني وقت يمكن بالتعارض مع عمل اطول لايف يعني فيه 12 ساعه، راح شوف يومي وراح يحكموا اذا عندي وقت لاشوف التليفون، راح اعمل من الصبح لما اخرج من هون لحتى ارجع بالمساء، ورجعوا يعيشوا معي اليوم كله، ونشوف اذا في وقت. ما بالك بالعقارات، في رفيق لا اللي بيشتغل بالعقارات راح يجيب راح يشوف عنده وقت ولا ما عنده وقت. عقارات ترى الناس اللي من فانز اخر مثلا، شو بيجوا بيشوفوا سيف ولا بيشوفوا غير سيف، او الناس اللي عند بلال او الناس اللي عند مانيسا، انه هن والله يلا لانكم مش معنا، انتوا بتحبوا طبلولن، انتوا بتحبوا ما بعرف شو. يا اخي طب انت شو خصك بمزاجي؟ انا مزاجي حبهم لهول، شو خصك فيه انا؟ حريتك، شو خصك فيه؟ خي انا حر، شو انت قال حلال عليك وحرام على غيرك؟ يعني ما فهمت. نحن هون الناس حبينا هالعلاقه يا اخي، شو خصنا؟ شو خصك فينا؟ يعني والله العظيم شوف روح التقوا بالناس اللي بتحبوهم يا اخي، بلا ما تيجي تحكينا هالكلام الوجهة راس. والله بس تحكي على المشتركين اللي بحبوهم هن بتصير انت لا منصف، بس اذا ما حكيت على المشتركين اللي بحبوهم بتصير انت لا مطبل. هيك بالنسبه لنا، يعني يا معنا يا علينا، ما في حل وسط. ولا لا يا منسة؟ بلا طبعا اكيد، انت كل شي بتحكي مزبوط يا سيف. تسلمي لي والله. تحاليلك ما شاء الله روعه سيف، تحاليلك يعني روعه والله على راسي. هلا العالم بتفكر لانه سيف انه صديقنا، ولا ليكو مش قصة صداقة ولا قصة شي، قصة الزلمة حقاني يعني حقاني. خيي بس تشوفوا شي قلته انا مش معي حق فيه ابقوا قولوا. انا كتير على فكرة منسة، انا كتير تعرضت لهيدا الشي خلال السيزن 2، واخر السيزن 2 اكتشفوا انه لا سيف معه انه معك حق، اكتشفوا انه معك خليهم مالي شوي كله بصير. وغير هيك تقلكن شغلة، يعني أنا مشاهد قبل ما أكون محلل، أنا مشاهد، فأنا لأنه عندي دقة ملاحظة، فبحس بالأورا تبع الإنسان اللي هي الهالة أو الطاقة تبع الإنسان هي لوين متجهة. أوكي بلال عنده حسنات وعنده سيئات، مانيسا عندها حسنات وعندها حسنات، عندها حسنات وعندها سيئات، عرفتوا كيف؟ فعادي يعني إنه كل إنسان عنده هيك وهيك، وباقي المشتركين. بس في شغله انه في ناس حسناتها هي اللي بتتفوق، في ناس سيئاتها هي اللي بتتفوق، بس انه مش معناتها ما في حسنات عند اي حدا. اي انسان عنده حسنات واي انسان عنده سيئات، عرفتوا كيف؟ والقلب ما يريد هيك. انا بعرف يا بلال والله صح، والله العظيم صح. سمعوا والله اذا سمعوا طنجة القويرة كل شيء صح، والله العظيم ما صح. والله صح. خلص يا عم منتهي بسرعه 100 نهت له كل اياها. تعال مايبا تعال انت صح، والله العظيم صح. لا انت ما سمعتيني، انت لك ما سمعوا طنجة القويرة هلا صاروا ينقزوا خلاص. صح خلص يعني كل واحد يعني اذا انت بتحب مشترك معين حبه يا خيي. سيف اذا سمعوا يا سيف تفضلي. سيف اذا سمعوا طنجة للقويرة وهيك، كيف اذا بيعرفوا المعلومات كلها اللي بعرفها؟ لا مستحيل، لا مستحيل. خلاص زودتيها بقى. هلا عرفنا لا زودتيها مانيسا، راح تحرجينا وراح ياخذوا مكان. يلا راح ندخل في التحدي، يلا راح نغامر. لك بلال ما صدق يعني التاريخ. يلا اول سؤال، نبدا الاسئله. اوكي. من هو ملك المغرب؟ بعرف اسمع، الملك محمد السادس نصره الله. يلا واحدة تسو واو يلا يا مضغوطين والله بلال ما عليك. من هو ولي العهد؟ يلا يا بلال. ولي العهد اسمع بعرف
ولي العهد مولاي الحسن. اوه رحلة. ومين هو ابو الملك رحمه الله؟ لا لك عم بتغمق كتير بس ما نسى لألا أبو الملك رحمه الله الحسن الثاني. الله. لا درس بالتاريخ للي حابب يعني. درس بالتاريخ يا الله. لا بس لا شو راح نصعد شوي، راح نصعد بالتاريخ شوي. لا نسوي والله اسمح لي ماني كفو. احتراماتي لإلك. ما يعني ما بعرف شو راح اطرح سؤال. راح سؤال. المغرب استقلال المغرب، يلا متى اخذ المغرب استقلاله؟ متى اخذ المغرب استقلاله؟ الله يستر. استقلال المغرب امتى كان؟ استقلال المغرب سيف او لك بعرف ولا لا؟ انا بحس شوي صعبة، بس انت ما بيصعب عليك شيء يا منسة، ما بيصعب عليك شيء. بحس طب خذ لك 18 نوفمبر 1956. يعطيه انت موسيقى. لا مستحيل. لا يعطيه. بس كتاب التاريخ وطلع. ما شاء الله عليك يا منسة. خلصنا اعطيه. لا سيد استسمع. لا كثير منسة كثير عم تبهرنا. كل أي ساعة؟ هي ساعة كمان؟ لا عندي لا ما تقول الساعة، خلص انتهى الموضوع خلاص. يا الله يا المدينة بعيوني أي حاجة. يا الله بلاد ضحكنا. رحلة. أي حاجة أنا أشوفك بعيوني أي حاجة بعيده ما زال. يا عقارات روحي نامي يا عقارات. سحرناهم يلا يا عقارات روحي نامي، يلا نامي. فوري رخصت الطريق حتى خلاص ما بقى مكسر خلاص. صحى تايزن صحى. خلاص. راح الانترنت على الفرحة. يلا غوري خسي. تايزن صار يركض في السنة. اركض يا تايزن. والله اذا صار يركض خلاص. شافوه كان نايم. شفتوه ولا ما شفتوه؟ كان مسطح صح ومصح. قولوا لي كنت بكذب، قولوا لي كذاب. شافوه بعيونه ميت خلاص صار يجري خلاص. بدي اعطيها سؤال اخير من بدي اعطيها سؤال اخير لمنسة عن المغرب. لا حبيبي لو زودناها خلاص اكثر من هالشيء. عشان نثبت لهم بالالف مش بالمية، نثبت لهم بالالف. منسة جاهزة؟ خلاص تايزن شافها والله فرحان. انا جاهزة؟ شو؟ كأس العالم الأخير بكأس العالم آخر نسخة. شو؟ بكأس العالم الورد كاب بالفوتبول. كأس العالم كأس العالم الأخير؟ المغرب بأي مركز آخر شيء كان؟ كأس العالم الأخير المغرب بأي شو كان؟ بأي مرتبة كان؟ يعني أولى ثانية ثالثة رابعة. مرتبة هلا ليك المغرب دايما بالمرتبة الأولى المفروض. طبعا عربيا المرتبة الأولى كان طبعا. أنا حنزل هاتي مش هو المفروض يعني بالمرتبة الأولى، بس للأسف كان بالمرتبة الرابعة. ويعطيه يا الله يا الله. لا كتير يا عقارات كتير.